خصومات خصومات خصومات، عروض عروض عروض، تقسيط بدون فوائد. ايه الكلام ده؟ الكلام ده حقيقي، ده موجود، انت حضرتك بتصدقه؟ انا ياسر زكي من معرض انتريه جاي اشرح لك الموضوع ده. خصومات، عروض، خصم 40%، 50%، تقسيط بدون فوائد. ليه؟ هي الناس هتقسط لك بدون فوائد ليه؟ هيعملوا قرض حسن مثلا؟ هل ده معقول؟ انا مش طالب من حضرتك غير انك تفكر، بس فكر. بدل ما تقول لي فلان عامل خصم كذا، قول لي المنتج بعد الخصم بكام. ما تقوليش عليه خصم كام. ما ايه المشكله ان اقول لك اوضه زي دي ب 100,000 جنيه وعليها خصم 50%، بقت ب 50,000، حين ان هي مش ب 50,000 اصلا. ليه حضرتك بتقرا من غير ما تفكر؟ انا مش طالب من حضرتك غير حاجه واحده بس، ارجوك فكر، حلل اللي بتقراه. انا مش عاوز منك اكتر من كده. لما تلاقي اعلان بيقول تقسيط بدون فوائد، هل ده معقول؟ يعني هل مثلا في شركات بتوزع فلوسها؟ اكيد لا. كل اللي بيحصل ان هو بيضيف لي رقم كبير على سعر المنتج، وبيقول لك ان المنتج ده ابو 10 هو ب 15 او ب 17 وبدون فوائد. الشركه اللي بتقسط هي اللي بتاخد الفايده من صاحب المعرض. في الاخر حضرتك هي تجيبها يمين تجيبها شمال، مفيش منطق. كلمني عن حضرتك عن النهايه هتحصل ايه، بدل ما تقول لي ده فلان عامل انك انت هتاخد اخدت 3 اوض تاخد الرابعه هديه. في حاجه كده؟ انت مصدق ده؟ في حاجه اسمها كده؟ او خد الرابعه بنص الثمن ولا حاجه حضرتك. هو الموضوع ان حط الثمن بتاع المنتج اللي هيدولك هديه او بنص الثمن، حطه على الثلاث اوض وقدم لك الثاني، فبقي شكل العرض انك انت لو خدت 3 اوض هتاخد الرابعه هديه. طيب انا ليه اجبرك انك تاخد الثلاث اوض من عندي؟ ما يمكن حضرتك تعجبك عندي النوم وتعجبك السفره عند محل تاني، والصالون عند محل ثالث، والانتريه عند محل رابع. ليه حضرتك انا اكتم حريتك واقول لك تعالى خد من عندي 3 اوض عشان اديك الركن هديه، او عشان اديك كرسي ليزي بوي هديه؟ خصومات 40%. ليه 40%؟ امال انا كسبان كام؟ لما انا اشيل لك 40% طب انا كسبان كام؟ اللي يهمك انت كعميل ايه؟ الرقم النهائي هتدفع كام؟ هو ده المهم. معلش انا حبيت اوضح النقطه ديت لان كتير بيسالني عنها، واهلا بيك.